ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. هنعمل مع بعض النهارده الكايزر البيتي او العيش الفينو زي ما بتقولوا عليه. مكونات سهله قوي، مكونات اقتصاديه موجوده في اي بيت. هي معايا هنا المكونات زي ما انتم شايفين كده: دقيق ولبن، او ممكن نستبدل اللبن برايب او روب ويوجرت زي ما بتقولوا عليه يعني. ومعايا خميره وسكر وزيت، او زيت على زبدة او زيت على سمنة. انا استخدمت هنا زيت مع سمنة. كتبت لكم المكونات هنا على الشاشة، اعملوا سكرين عليها. ضفت هنا زي ما انتم شايفين كده المواد الجافة على بعضها والمواد السائلة على بعضها، دي زبدة او سمنة مذابة زي ما قلت لكم، وده كان لبن دافي. هنزل بقى بالمكونات السائلة واحدة واحدة كده واقلب. بقلب واحدة واحدة بالمعلقة زي ما انتم شايفين كده، وبعدين احطهم في العجان او بشتغل بايدي اهو زي ما انتم شايفين. بقلب لحد ما العجينة تشرب كل السوائل اللي معايا. العجينة بتكون متماسكة الى حد ما، وبتكون بتلزق حاجة خفيفة خالص، يعني فيها تلزيقة بسيطة قوي بحيث علشان تكون هشة. هبدأ كده عجن بايديا زي ما انتم شايفين. اللي عنده عجان يستغنى عن الخطوة دي ويحط في العجان على طول لمدة 10 دقايق. هفضل اعجن فيها من 10 ل15 دقيقة لحد ما تلم معايا ويكون شكلها متلائم كده زي ما انتم شايفين. هنا انا دهنت شوية زيت وقلت المها على الرخامة زي ما انتم شايفين كده. كانت لمت بسم الله ما شاء الله. وهركنها حوالي 5 دقايق، مش هسيبها تخمر ولا حاجة، 5 دقايق بالظبط، وبعدين هنبدأ نشتغل فيها. طبعا في الجو الحر اللي احنا فيه ده العجينة نفشت معايا بسرعة بسم الله ما شاء الله، تحسها كده خمرت شوية، بس انا مكنتش محتاجاها تخمر خالص. قسمتها كده زي ما انتم شايفين، هي كانت حوالي 700 جرام. عملت معايا حوالي 10 كايزرات. المكونات اللي انا هسيبها لكم ديت تعمل حوالي 10 ارغف. الرغيف الواحد 70 جرام. بفردها كده بالنشابة زي ما انتم شايفين بشكل مستطيل او بيضاوي زي ما بتقولوا عليه، وبلفها اهو زي ما انتم شايفين. انا كنت متعمدة هنا ان انا اسيبها من غير ما اقفلها من تحت علشان اوريكم الفرق. بفرد كده وببرم لجوه زي ما انتم شايفين. طبعا السطح بتاعي بيكون مدهون زيت، وبحاول اضغط على قد ما اقدر علشان ما تكونش مفرغه من جوه او فاضيه، او ما فيش فيها عجين يعني ويدخلها هوا. اهو زي ما انتم شايفين بلف كده اهو زي ما بقول لكم. بقى هنا لازم كل واحده تقفلوها من تحت كده، تقفلوها كويس، ومن بره كمان تقفلوها كويس. عملت الكميه كلها كده زي ما انتم شايفين وقفلتها اهو. تعالوا نعمل كمان واحده. طبعا بيكون السطح مبلول زيت زي ما قلت لكم. خلصت كده هنا الكمية كلها هي زي ما انتم شايفين. فيهم كام واحدة كده انا ما قفلتهاش من تحت، وانا كنت متعمدة علشان اوريكم شكلها في الاخر. دول كانوا كام واحدة اتبقوا، حطيتهم في صينية تانية وغطيت كده باكياس بلاستيك او ستريتش رول زي ما انتوا بتحبوا، او بفوطة يعني مفيش مشكلة. هنا في ناس بتحب تدهنها ببيض، وفي ناس بتحب تدهن الكايزر بدهنة لبن خفيف. الكايزر بيدهن بدهنة لبن خفيفة يا جماعة، بيكون اللون احلى وبيكون مفيش فيه لمعة قوي يعني. دخلته فرن عالي في الاول وبعدين وطيت عليه النار. ده كان منظره في الفرن زي ما انتم شايفين، وهنا كان خرج من الفرن. اخد معايا ربع ساعة. اول 5 دقايق على نار عالية، وبعد كده وطيت النار. هنا زي ما بقول لكم اهوت، انتوا لو حابين السطح يكون لامع زي ما انتم شايفين كده تدهنوا بصفار بيضة وربع معلقة خل، او زي ما قلت لكم هنا انا عملت بكمية ونص من المقدار اللي انا سبته لكم في الاول. شايفين المنظر تحفة ازاي؟ شايفين الشكل والقوام بتاعها روعة ازاي؟ هوريكم قلبها دلوقتي من جوه. شايفين؟ هشة وخفيفة جدا وحجمها لا يذكر اصلا.
الكمية دي عملت معايا كيلو من الفينو، العيش الفينو، طبعا بمكونات اقتصادية جدا وحاجات لا تذكر اصلا، موجودة في اي بيت. هو كيس خميرة وشوية لبن، ولو عندك شوية لبن قطعين او غليتيهم وطلعوا قريبين مثلا اعملي بيهم، مفيش اي مشكلة. زي ما انتم شايفين كده، طبعا المنظر بيتكلم على نفسه، وشكلهم تحفة وكانوا هشين جدا واحلى من اللي بيتشروا من بره الف مرة. شايفين من تحت ومن فوق، شايفين التحميرة حلوة ازاي، شايفين المنظر بقى من جوه، هشة خالص وخفيفة وحاجة بجد كده روعة بجد. اهو زي ما انتم شايفين خفيفة جدا من جوه. جربوا الوصفة دي وعلى ضمانتي وقولوا رأيكم تحت في الكومنتات. بشكركم جدا على حسن المتابعة. لو اول مرة بتشوفوني حطوا لايك واشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش. هنعمل بقى كوبايتين شاي كده ليكي انتي واللي بتحبيه. اعملي بقى كوباية شاي كده حلوة مع الكايزر ده وحتة جبنة كريمي ولا اروع من كده، وتعشوا او افطروا منه. بسم الله ما شاء الله، كمية جميلة جدا اتعملت من ما فيش طبعا زي ما قلت لكم. واسيبكم بقى في حفظ الله. اشوفكم على خير الوصفة الجاية، وما تنسونيش في دعوة حلوة بظهر الغيب. وصل الفيديو ده ل50,000 لايك. فاكرين في الاول لما انا قلت لكم سبت واحده كده من غير ما اقفلها؟ ده كان شكل. انتوا لما تيجوا تعملوها اقفلوها كويس علشان ما تفضاش كده من جوه. ده كانت اللي كانت مستويه وجميله، او كان هشش من جوه. شايفين كان هشش قد ايه؟ كان تحفه بجد.